أهلا أهلا بوصفة حلا جدا لذيذة مفروكة بطريقة سهلة. يلا مع بعض نبدأ. سخنت الطاوة، راح أضيف لها هنا عندي ربع مكعب أو ربع الإصبع عفوا زبدة، وراح أضيف عليه مباشرة سميد. كل المقادير راح أكتبها لكم بالكومنت وصندوق الوصف، ونستمر بالتقليب. راح نستمر بتقليب السميد مع الزبدة لمدة 5 دقائق بدون ما يتحمص. حمصت السميد تقريبا قلت لكم 5 دقائق، طلعت ريحته من غير ما يتحمر. الآن راح أرفعه على جنب. شلت السميد على جنب، وبنفس المقلة أو الطاوة راح أضيف كمية الموية مع السكر، وأستمر بتقليبها لحد ما يذوب عندي السكر. بعد ما ذاب السكر بالموية راح أرجع مرة ثانية أنزل كمية السميد كلها وأستمر بالتقليب. راح أستمر بالتقليب لحد ما السميد يمتص كل السوائل. استمرت بالتقليب لحد ما أعطتني النتيجة هذه زي ما انتم شايفينها عجينة. راح أضيف الآن عندي هنا الفستق المطحون، وأستمر بعد بالتقليب. ملعقة موية ورد أو موية زهر على ما تحبون. عندي هنا نتفة من ملون الطعام الأخضر، وخليكم حذرين وانتم تحطونه. إضافة لذيذة من عندي، بس 3-4 طلعت أكثر من خلاصة الزعفران، تطلع جدا لذيذة مع السميد والفستق. ملاحظين انها صارت مثل العجينة بالضبط، والريحة يا سلام يا بنات ما احكي لكم. الآن راح انقلها للوعاء واتركها تبرد تماما. ما راح اشتغل فيها لحد ما تبرد. بردت عندي، هذا شكلها النهائي. الآن راح اخذ منها جزء، انتم على حسب الجزء الكورة اللي انتم تبون، يعني على حسب الحجم، حجم المفروكة اللي انتم تبون، وتكون بهالشكل. نسوي فيها التجويف الداخلي، وعندنا قشطة طازجة ولازم تكون باردة. نضيفها بهالشكل ونرجع نكورها من أول وجديد بين راحتين اليد، عشان يا بنات يطلع الشغل معكم مريح ولا تتلزق بيدينكم. نتفة موية مو بزيت، نتفة موية بهالشكل، وراح تكون جدا سلسة. وخلاص بهالشكل، وشوية قشطة تكون باردة، ونرجع نلمها مرة ثانية على شكل كورة. المرحلة الأخيرة بتكون عندي هنا الفستق المطحون، وبس كذا تكون خلصت. ولبى قلبي اللي كل شن مسنيته كل شن بازيته، هو جعل جنسي في البنات واجد، هذا اللي أنا بقول.